عاوز اقول لك يا برنس ان نادي الزمالك واداره الزمالك بتعمل مكافآت خياليه للاعيبه نادي الزمالك مخصصه لمباراه السوبر بتاعت الاهلي. عاملين لهم مكافآت ما اقولكش بقى، يعني يكسبوا السوبر وياخدوا مكافآت. ولكن دي مش القصه دلوقتي، يعني احنا معانا شويه اخبار جامده جدا، ولكن ما تنساش انك ترزع اللايك، عاوزك تفرتك اللايك. بص يا برنس، بيقولوا ان كهربا اتخانق مع كولر في التتش، بيقولوا كده. انا هجيب لك كل التفاصيل والسلطات والبابا غنوبات. بيقولوا كهربا تم ان هو اتخانق مع كولر في التتش. تقعد تفكر هو ليه كهربا تم استبعاده من القائمه بتاعت بلديه المحله. تقعد بقى تفكر وتجيبها شمال وتجيبها يمين. طب في يا جدعان فهمونا، قولوا لنا في ايه. بص يا برنس، انا قلتها لك قبل كده. كهربا ماشي، كهربا في شهر يناير جاله عرض من السعوديه، جاله عرض من السعوديه. بس ما هو يعني القصه ان هم ايه، الاداره ما رضتش ان هي توافق، ان ساعتها كان عندنا مشكله في الهجوم. كنا لسه ما جبناش اسامه ابو علي، وكان لسه في حوار اللي مش عارف ايه، وكان لسه موديس مش متالق، وكان. ولكن كهربا لما طلع كابتن خالد بيبو اللي قلب الدنيا خالص بتصريحه، كابتن خالد بيبو اللي قلب الدنيا، قال لك كهربا تم استبعاده من مباراة ميدياما مش اسباب، مش بسبب فرح اخته، لا دي اسباب فنية. طب ليه يا كابتن خالد؟ ليه يا كابتن خالد بيبو بتقول كده؟ قال لك يا برنس التصريح ده منين والدنيا اتقلبت. ولكن النهارده نتاكد ان كولر تم استبعاده. فالناس بقى يا اسطى ما انت مش عارف حاجه، اما انا جاي اقول لك دماغك عمال تودي وتجيب. طب يا عم تم استبعاده ليه؟ طب الناس بقى يقولوا الكلام ده اللي بيتقال صح. فطلع لك ايه؟ طلع لك حته دم كده، قال لك ان كهربا وكولر اتخانقوا في التتش. فقال لك كولر انا مش عاوز اللاعب ده. طلع يا اسطى حوار. يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده. كولر انا قلبي حاسس ان كولر من المدربين اللي هي بتحبه وتكره. اول واحد جرب الاحساس ده هو ايمن اشرف، وكلنا كنا متفقين. وعندك بقى لعيبه كتير، اخرهم محمود متولي، وشكلهم هيتضم للقايمه كهربا. محمود متولي خلي بالك، محمود متولي ما كانش بيتمرن مع الفرقه. محمود متولي الكولر كان مستبعده لوحده، كان بيتمرن لوحده عشان بسبب اصاباته، وهو ما كانش عاوز يعتمد عليه، ان هو كل ما يعتمد عليه يتصاب. دي قصه محمود متولي. فانا كولر مش فاهمه، هو مدرب كويس و10 على 10، ولكن قصه احب واكره دي انا مش فاهمها. ودي نفس القصه اللي كانت عند موسيماني، فانا دي مش فاهمها والله. ولكن يا جماعه كولر ولا اتخانق مع كهربا ولا اي بتاع، عشان نبقى متفقين يعني. نخش على الموضوع التاني. يعني دي القصه، المشكله ان مفيش حاجه باينه، والواحد مش عارف يوصل لحاجه. ان النادي الاهلي بيبقى قافلها قوي، غير لما طلع كابتن خالد بيبو قالها. مش انك ما تعرفش توصل للمعلومه، غير لازم تجيب شونيور تخرم بقى وتخش تبقى قاعد جوه، تلبس طاقية اليخفه تبقى قاعد في اوضه اللبس، غير كده مش هتعرف حاجه. ماشي يا برنس. القصه الثانيه، زيزو جاهز. زيزو جاهز وعمل يا باشا نزل اسطوري كده على الانستا عنده ان هو جاهز يا باشا لمباراه القمه. مفيش اي قلق على قصه زيزو، يعني نادي الزمالك وجمهور الزمالك يعني خلاص زيزو بقى جاهز. وقال لك وانا طلعت امبارح قلت لك ممكن اصابه زيزو يعني ممكن ما يلعبش والكلام ده، ولكن هم كانوا مستنيين ان الورم يفش شويه عشان يتاكدوا الكلام ده كله. وزيزو كده يا برنس يعني جاهز لمباراه القمه، وممكن ما يلعبش مباراه الداخليه يوم الخميس عشان يريحوه شويه، عشان رجله ما يحصلوش اي حاجه. وده الاحتمال بنسبه 90% ان زيزو ما يلعبش مباراه الداخليه يوم الخميس باذن الله. ولكن حوار كولر وكهربا المستمر، وعندك برضو عمر كمال راجع، ودي حاجه مفرحاني جدا. ممكن نشوف الزنفولي يبقى حارس مرمى النادي الاهلي بكره، وارد جدا جدا ممكن نشوفه. ولكن القصه بقى في المكافآت اللي عاملها اداره نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك عملت مكافآت خاصه للاعيبه لمباراه السوبر. قلت لهم يا باشا كل واحد يكسب ليه مكافاه خياليه غير اللائحه. ده برضو دافع، ودي نقطه ايجابيه. وبرضو الاهلي بيبقى عامل كده. خلي بالكم ان اللي هيكسب البطوله هياخد $1,000,000، اللي هيكسب البطوله هياخد $1,000,000. فرقم يا جماعه، رقم يستحق انك تنزل تاكل النجيله. يستحق انت كاداره اهلي او كاداره زمالك انه انت تقول لكل لعيب يا باشا اكسب البطوله واديك $1,000,000. ما انت جايلك يجي 70 مليون ولا 60 مليون جنيه. فانت بتتكلم ان الاداره
تقدر ان هي تدي دافع للعيبه، ان هي تدي مكافآت خياليه ومكافآت استثنائيه عشان يكسبوا البطوله دي، سواء بقى ان هي تضاف لك كبطوله او ممكن والفلوس وكل الكلام ده، يعني مميزات حلوه. ماشي يا برنس، ما تنساش اللايك بتاعك. سلام.